كنرحب بكم من جديد في هذا الفيديو. ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تجديد السداري. كان عندي واحد السداري قديم وحاولت اني نجدده ونعطيه شكل زوين وشكل راقي. ما كلفنيش بزاف، فقط ب20 درهم قدرت اني نغير الشكل او الواجهه ديال السداري. السداري عندي فيه 1.5 متر. كان عندي سداري ما كنستعملوش بزاف وبغيت نصوب واحد الكليسه عندي في البيت ديالي، ما تنستغلهاش بزاف، فيها 1.5 متر ديال العرض، و باش نستغلها ونديرها بحال الكليسه تاعي. بالنسبه للمستلزمات اللي غادي نستعمل محتاجيش بزاف، فقط هذاك السداري القديم اللي كان عندي مغلف مسبقا، يعني كان عندي مغلف، كنت غلفته بالثوب ديال المبرة، ما حيدتهاش، خليتها احتفظت بها لان غنعمل فوقو هذيك السفيفه من الفوق، خصوصا انها في نفس اللون. يمكن لك انك تصبغيه او لا يعني ماشي ضروري انك تكلفي عليه بزاف. واحتاجيت الميطه اللي كانت عندي من قبل يعني مستعمله، والثوب، فقط غير واحد الثوب ديال باش ندير منه مخدات صغار للتزيين. وهذه هي السفيفه اللي احتاجيت. اختاريت ارخص وحده، يعني ما تكونش غاليين بزاف، كيبقى بحسب امكانياتك وحسب المصروف ديالك. انا اختاريت وحده رخيصه ما غالياش. كاين يعني كيختلفوا بحسب الشكل. هذه خديتها ب20 درهم. غتاخدي السداري اللي غتخدمي عليه وغادي تحطيه بطريقه سهله بسيطه، ما غير مكلفه، ما كتكلفك لا وقت لا حتى شي حاجه. انا هنا حطيتها كما سبق لي ذكرت بان هذاك السداري كان عندي مغلف تقريبا في اللون الغلاف ديالو، كاين قريب للسفيفه اللي اختاريت لون بيج، لان اللون البيج هو بالنسبه لي احسن لون ممكن انك تستعملي. وخيطتها بالايد، خيطتها بايدي من هذا، من حطيت السفيفه وتثبتها بالفنايت، ومن بعد دوزتها خيطه غير بيديا. يمكن لك انك تخيطي الثوب، عندك شي ثوب غادي تغلفي بالسداري، تخيطي مع السفيفه وتحطيه تلصقيه اما بكرافوز او لا بالكولي، يعني اللي شوفي اللي غادي يناسبك. طريقه سهله وبسيطه. انا حاولت فقط نشارك معكم الطريقه، وما تبقى كيبقى عليك. وهذا هو شكل السداريه ديال الواجهه، ولات هذا ولات الشكل ديالها زوين ومغاير تماما على اللي كانت في الاول. بالنسبه لي ما كنتش مغلفه السداري، ممكن انك تصبغيه بلون فاتح وتوضعي فوق هذيك السفيفه، خصوصا الا خديتي السفيفه كتكون شويه عامره، ما كيبانش شكل زوين. الميطه اللي استعملت كانت اصلا عندي مسبق، كانت عندي من قبل. هاد الثوب هذا كنت خديته في درب عمر، خديته ب30 درهم المتر. ثوب خفيف سهل في التصبين، سهل في الاستعمال، وكذلك في الخياطه. وهذا هو الشكل ديالو، كيجي كيتغير تماما. بالنسبه للزين كتبقى عليك، يعني انا هنا استعملت ثوب بلون ذهب، يعني في هذا خيط خديتات صغار، يعني الزين كيبقى عندك. ودرت هذيك مخده بهذا بالبغضو اولا بالزرق اولا اي لون هذا مغاير، باش كتخرجي هذاك اللون الباج وكيجي الشكل ديالو زوين بزاف. يعني راح تحاولي تناسقي البلصه كيف على حسب ذوقك واختيارك. انا حاولت نجدد غير سداري صغير باش نصاوب بيه كليسه. تقدري تصاوبيه حتى صالون، يعني صالون كامل تجدديه بهذه الطريقه، كيجي روعه وكيجي زوين بزاف بدون تكاليف كثيره، ما يكلفكش بزاف وما تياخذش من وقتك بزاف.
فقط انك تنسقي الالوان وتختاري السفيفه. ماشي ضروري تكون السفيفه غاليه، تكون بثمن كذلك مناسب او حتى رخيصه. المهم انها تعطيك ذوق وتعطيك شكل مغاير ويكون زوين بزاف. وهذه هي الشكل اللي حصلت عليه. كان عندي واحد ركين ما كنستغلوش بزاف، حاولت اني نخلق منه كليسه تاعي. وما نساوش كذلك السيدات تاعي اللي كتكون حاضره دائما. وهذا هو الشكل الجليسه ديالي، واحد ركينه عندي في الدار حاولت اني نستغلها، وهذا هو الشكل اللي خرجت منها. كنتمنى ان الفكره تعجبكم وتنال استحسانكم. وكان هذا هو الفيديو ديالنا اليوم. دمتم في امان الله ومع